90% من الناس اللي بتستورد من الصين بيخسروا كل فلوسهم. اسمعني للآخر وكمل الفيديو عشان تعرف تحافظ على فلوسك وتستورد بالطريقة الصحيحة. أول حاجة تختار المنتج اللي أنت قادر توزعه وبتفهم فيه. الحاجة التانية تختار المورد الموثوق على علي بابا. الحاجة التالتة الدفع المباشر الغيه تماما، اوعى والدفع المباشر. اعمل حاجة اسمها تريد اشورنس اللي هو الضمان التجاري، وده في علي بابا موجود. الحاجة الرابعة والأهم إنك تطلب من المورد نفسه يبعت لك فيديو حقيقي وواقعي للمنتج. الحاجة الخامسة والأهم تتفق معه على سعر الشحن ومدة الشحن ومدة التصنيع. في مدة للتصنيع وفي مدة لشحن البضاعة بتوصلك فيها. الحاجة الأخيرة اوعى إنك تطلب كميات في الأول. اطلب عينة وتأكد منها إنها مطابقة للمواصفات اللي أنت عاوزها واللي تتماشى مع بلدك، وبعد كده اطلب الكميات اللي أنت عاوزها. الفيديو اللي جاي هقول لك ازاي تختار المورد بدقة وبعناية وما يكونش فيه اي نصب. تابعني وكمل للاخر عشان يوصل لك كل جديد في الاستيراد من الصين.